أنا والولاد يا بلادي 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 يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر بلادي، يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي، أنا والولاد يا بلادي 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 يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد وتحدي الزمن. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد وتحدي الزمن، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي، أنا والولاد يا بلادي 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 يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ليالي لايف، وكل عام وانتم بخير وكل الامه العربيه بخير وسلام يا رب. بحيي الفرقه طبعا بكده دكتور محمد عبد الستار، اهلا بكم معانا وكل سنه وانتم طيبين. وايضا بيسعدني النهارده في حلقتي يكون معانا ضيف عزيز علينا جدا، مقل جدا في الظهور. وانا شخصيا النهارده وانا جايه وعامله حسابي ان النهارده الحلقه هتكون مع فنان كبير زي الفنان الكبير احمد عبد العزيز. كنت قلقانه جدا لاني ما بشوفوش كتير قوي في حوارات، فمش عارفه ادير الحوار ازاي مع حضرتك، لكن طبعا انا متاكده ان الحوار هيبقى جميل قوي معاك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه ومتشكر جدا. و الاسكندرانيه الاسكندرانيه دايما بيبقى لهم ستايل كده لوحدهم. يعني دايما بحب اعرف لما بعمل حوار مع حد ببقى دايما عايز اعرف هو منين. بيبقى له طريقه كده معينه، ابقى عارفه هتكلم في ايه، وبيبقى فنان قوي. اسكندرانيه فنانين قوي. يعني يمكن بحكم البيئه، بحكم البحر، جو اسكندريه، حاجات كتيرة بتخلي الاسكندرانية يعني عندهم حس مرهف إلى حد كبير ومتعلقين بالفن برضو زيادة شوية. بس ده ما يمنعش إنه المصريين كلهم فنانين. ده صحيح. بس كل واحد بيبقى له طابع كده لوحده. ما فيش شك. بيختلف العيد من اسكندرية للقاهرة. يعني دلوقتي حضرتك قاعد في القاهرة مش قاعد في اسكندرية، صح؟ لا، اولا هي حته برضو اسكندريه دي انا احب اوضحها شويه علشان يعني قد لا اكون اسكندراني تماما، انما انا يعني خلطه كده. ما عشتش في اسكندريه مثلا؟ لا، عشت 7 سنين بس. اه بعد ده كله
لا بس انا اسكندراني برضو. يعني باختصار شديد انا اصل ابويا وامي من المنوفيه. تمام. وانا مولود في اسكندريه. حلو. وعشت في اسكندريه 7 سنين، يعني اول 7 سنين في طفولتي كانوا في اسكندريه. حلو. وده ما يمنعش انه بعد كده طول الوقت انا موجود في اسكندريه طبعا. يعني لحد كبير. ثم عشت بقيه حياتي في القاهره، يعني في القاهره في شبرا، فانا حضرتك من شبرا؟ ايوه. ما حي برضو فنانين جدا، وحي متميز له طابع لوحده. هنا الخلطه بقى يعني زادت شويه بتحب اسكندريه اكتر ولا القاهره اكتر؟ لا انا بحب اسكندريه يمكن اكتر شويه. ليه؟ بتلاقي ايه في اسكندريه بيحببك فيها؟ مع ان دلوقتي بقت زحمه قوي وما بقتش اسكندريه بتاعت زمان. والشوارع اختلفت صحيح، مثلا شارع الكورنيش كبر قوي ووسع قوي، بس ما بقاش زي زمان، ما بقاش فيه الريحه بتاعت اسكندريه. يعني عندك حق والله، يا ريحه اليود اللي الواحد كان بيشمها من اول ما يبقى على مشارف اسكندريه، على طريق الزراعي زمان قبل ما كان الصحراوي. كنت تشمها. ما بقتش موجوده. الزحمه كانت كل حاجه الحقيقه. يعني مش بس في اسكندريه، في مدن كتير من مدن مصر الزحمه وزياده عدد السكان اكل كل حاجه. يعني ضيع الطابع الخاص بتاع كل مدينة من المدن. يعني النظافة ما بقتش زي ما كانت الأول. احنا حضرنا اسكندرية زي ما بقولك وانا طفل، يعني عربيات النظافة بتمشي في الشوارع كل يوم تكنس وتغسل الشوارع. يعني ده ما بقاش موجود يعني دلوقتي. مفيش مساحة حتى ان يمشوا ينظفوا من الناس. يعني وربنا يسهل يعني ترجع ليك اماكن معينة بتحب تروح تقعد فيها، من نوع اللي يعني حضرتك نوع من صفاتك، يعني انك بترتبط بالمكان. يعني لما تروح اسكندرية عايز تروح حتة معينة تقعد فيها؟ طبعا. اي مكان بروحه في مصر ليا اماكن كده بتبقى قريبه للقلب، والواحد بيحس فيها بالالفه وبيحس بالارتياح، فبيحب يروحها كتير. يعني اسكندريه فيها اماكن كتير من النوع ده يعني. يعني رغم ان المعالم اتغيرت بس لسه ستيل في حتت، يعني زي ما بيقولوا يعني ان دبلت الورده ريحتها فيها. فبرضه مهما حصل اسكندريه ما زالت هي اسكندريه، فيها الروح، فيها عمق الروح اللي في مدينه الاسكندريه. يعني اجمل مدن البحر المتوسط يعني كانت كده وعروس الاسكندريات. ده صحيح، وهتفضل برضو كده حتى لو اتغيرت شويه معالمها، لكن ان شاء الله. انما برضو ما زال الواحد لما يروح بتحب الحتت الشعبيه اكتر؟ يعني هتكلم مثلا عن اسكندريه. تحب الحتت الشعبيه اكتر ولا الحتت اللي فيها الطابع الخواجه شويه؟ من ده على ده. يعني انا احب محطه الرمل وسط البلد في اسكندريه، احبها جدا جدا. لازم اروح، لازم اقعد اشرب شاي على قهوه واثنين وثلاثه، يعني من المقاهي الجميله اللي موجوده في محطه الرمل. وفي نفس الوقت برضو احب اروح بحري والانفوشي. احب اروح الصبح اشتري سمك من حلقه السمك في ده الاسكندرانيه تمام، هم اللي بيعملوا كده. بس يروحوا حلقه السمك ويجيبوا طازه بالظبط كده. واحب برضو المنطقه بتاعت في اخر بحري او في اخر الانفوشي، يعني اللي هي قلعه قايتباي. برضو منطقه جميله. وفي نفس الوقت برضو يعني احب المنطقه بتاعت الابراهيميه وكامب شيزار على الحته على الترام. بالسينمات الجميله اللي فيها محلات الفكهانيه والجزارين احلى فاكهه واكتر خضار طازه. اسكندريه.
واكتر يعني واحلى لحمه واحلى لحمه، واحلى بما اننا جبن، في العيد. واحلى جبن واحلى صحيح. البان. ده لانه ده الخواجات. لا مش بس، لا لا، ده يمكن يعني راجع لانه منطقة البحيرة منطقة زراعية غنية صحيح، جميلة، ممكن. فيها مزارع فاكهة وخضار كتير، زائد فيها مراعي مم. للكتير في المنطقة في دي يعني. المنطقه دي. مم. طيب، لما جينا نقول لحضرتك على الحلقه، قلت انا عايز اسمع اول اغنيه في الحلقه بتاعتي تكون يا حبيبتي يا مصر، وحكم من اختيارك هذا. نعم. اشمعنى؟ طبعا ما اقدرش اقول اشمعنى يا حبيبتي يا مصر، لان دي حبيبه المصريين كلهم، لكن ايه اللي فكرك بيها وليه عوزت ان احنا نفتتح بيها الحلقه؟ يعني في الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي، يعني ظروف ربما تكون صعبة بعض الشيء على مصر وعلى المصريين. كلنا بنفتكر مصر، يعني انا فاكر مصر ليل نهار، في كل دقيقة وفي كل ساعة انا عايشها. فاكر مصر وفاكر اغاني مصر، وصعب دلوقتي ان احنا يعني نقول للناس كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى من غير ما نفتكر مصر ونحييها ونعبر عن حبنا ليها يعني. فطبعا اول شيء يعني جه في ذهني هو يا حبيبتي يا مصر. تفتكر المصريين يا استاذ احمد كانوا محتاجين للي حصل ده، الاختبار الصعب اللي حصل لنا ده، الابتلاء اللي حصل 2011، عشان يحبوا مصر؟ صح، احنا كنا بنحبها اساسا؟ كنت شايف ان احنا بنحبها؟ والله مش عارف، انا طول عمري بحبها، وكل ما بكبر بحبها اكتر. وبعدين انا مش فاهم بالظبط تقصدي ايه بالابتلاء. احنا بقالنا سنتين بنعاني. معلش، علشان كان في ثورة في مصر، والثورة دي هي دليل حب المصريين لبلدهم، مش اكتر من كده يعني. في ثورة. انا على فكرة انا مش ضد الثورة، انا لا مع لا الثورة. لا، بس احنا بنبص للخارجي. انا مش قصدي، مش ببرر ولا بقول، انا بقول لحضرتك احنا بنعاني بقالنا سنتين ونص، داخلين على 3. ما ارتحناش خالص، يوم ما خدناش فيه نفس. مظبوط. خلاص، مظبوط. فانا بقول احنا قمنا بثوره وكل حاجه، بس احنا برضو عانينا، احنا في ابتلاء بقالنا 3 سنين، ما نمناش يوم فيه بنبتسم كويس، ما ضحكناش، الفرحه ما جاتش في عينينا. ربما يكون هذا هو يعني ثمن الحريه، وثمن ثمن يعني سير مصر على الطريق الصحيح. ممكن، صحيح. يعني لان احنا ما كناش، كل حاجه ليها ثمن. بالظبط، احنا ما كناش ماشيين على الطريق الصحيح لمصر وللمصريين. يعني باختصار شديد كده، احنا كنا بنتكلم عن اسكندرية لما كانت فيها ريحة اليود وفيها الشوارع فاضية وجميلة إلى آخره. في الوقت ده كانت مصر بتبتدي رحلة التنمية مع دول كتيرة جدا في العالم. صحيح. مع الهند، ومع تايلاند، مع تركيا، مع البرازيل، مع دول كتير، كوريا، كل دول مبتدئين في نفس الوقت. صحيح. كل دول مشيوا واحنا رجعنا لورا وطلعوا لقدام، وبقينا احنا بنستهلك دلوقتي كل اللي بنستهلكه، يا اما لو عربيات تبقى جايه من كوريا، لو اجهزه تبقى جايه من الصين، لو برمجيات تبقى جايه من الهند، لو ملابس تبقى جايه من تركيا. ما ينفعش كده، ما ينفعش. يعني احنا تخلفنا،
واللي كانوا واقفين معانا في نفس الصف وفي نفس الطابور جريوا وقطعوا خطوات كبيرة لقدام. صحيح. يعني ايه قطعوا خطوات كبيرة لقدام؟ يعني المواطن اللي عندهم اللي كان بيعيش ب10 بقى بيعيش ب15 أو ب20. يعني ارتفع متوسط دخل المواطن اللي في هذه البلاد. حتى البرازيل اللي هي من أفقر دول العالم يعني بقت ارتفع دخل المواطن، وبالتالي ارتفع مستوى حياة المواطن. هو ده اللي احنا عايزينه للمصريين. عايزين نرفع من مستوى الناس اللي موجودة، اللي هي عايشة تحت خط الفقر وفي حالة من الأمية ومشاكل كتيرة جدا. مشاكل للأسف الشديد إنها مشاكل متوطنة ومزمنة في المجتمع المصري. عايزين نحلها علشان نمشي زي بقية الناس دي، فلازم ندفع ثمن، واحنا لسه ما دفعناش. احنا بندفع ولسه يعني الفيلم مش هيخلص. لا لازم ندفع ما انا ثمن. بكلم حضرتك باللغه الفنيه، الفيلم مش هيخلص. لا الفيلم ما فيش. عمرك شفت فيلم ما بيخلص؟ لا، الافلام بتخلص كلها. اي فيلم بيخلص، واي شيء له بدايه هو له نهايه. مفيش كلام. فلا الفيلم هيخلص وهنحط رجلنا على الطريق الصح، واحنا حاطين رجلنا دلوقتي على الطريق الصح. يمكن مش ماشيين، انما احنا يعني هو ده في الطريق السليم. مظبوط بالظبط. واقفين في مكاننا بس هنمشي كده بالظبط كده. عارفين ان احنا هنمشي كده، وده الصواب بالنسبه لنا يعني. وبالتأكيد الفيلم هيخلص وهترجع الابتسامة تاني وهيرجع الفرح لأن احنا عندنا ذخيرة من الفرح والسعادة والبسمات، ذخيرة كبيرة جدا، تراث طويل عريض مليان يعني. فهنجتاز ده كله إن شاء الله يعني. دايما الفنانين تحديدا لما بعمل لقاءات مع فنانين الاقي عندهم التفاؤل عالي قوي، عكس مثلا لو اتكلمت مع حد سياسي، لو اتكلمت مع حد اقتصادي، لو اتكلمت يعني دايما بلاقي الفنان مش عارفه ليه عنده نظره تفاؤليه، ودايما الفنان بيبقى شايف اللي محدش بيبقى شايفه. الخيال عنده طبيعي يعني انا حاساك متفائل. الحمد لله. انا يعني بحب جمله لكاتبنا العظيم الراحل نجيب محفوظ. كان دايما يقول انا ملتزم بالتفاؤل. حلو قوي دي. لازم ابقى ملتزم. انا ملتزم بالتفاؤل، انا متفائل فعلا. الفنان بطبيعه الحال بيبقى يعني عنده قدره على استشراف المستقبل القريب يعني. يعني باختصار يعني إذا كنا راكبين القطر ورايحين من القاهرة لإسكندرية، فأكيد بيبقى أول ما الفنان بيركب القطر عارف إنه هيعدي على طنطا. واخد بالك؟ صحيح. يعني المقدمات تؤدي إلى النتائج. فالفنان بيبقى إلى حد كبير عنده قدرة على معرفة النتائج دي هتبقى ازاي، هتروح فين، الاستشعار بالاشياء، لانه عنده القدرة على تحليل المقدمات، على تحليل الحالة او الواقع اللي هو فيه. دي حاجة. الحاجة التانية انه برضو الفنان بيبص للامور بنظرة كلية، مش بنظرة جزئية صغيرة. يعني يمكن المتشائم معرفش سواء كان سياسي او اي حد يعني بيبقى باصص على الحادثه بتاعت النهارده، باصص على اللي حصل النهارده وده شيء مش كويس او شيء كذا او الى اخره. انما الفنان بيبقى باصص على اخر الفيلم طول الوقت، بيبقى باصص على الموضوع ده كله هينتهي على ايه وهيخلص ازاي. فبالتالي بيبقى
يعني إذا كان الأمور تستدعي التفاؤل بيبقى عنده هذه الدرجة من التفاؤل يعني. اما هي يقول لك في هو كام تيمه؟ 32 تيمه ولا كام تيمه؟ 35 يعني قول 28. لا تقريبا. ما هم التيمات دول ما بيخرجش عنهم الدنيا. لا لا ما بتخرجش. هو الفن اصله مش بيجيب حاجه من اوت اوف ذا بلوز كده من عنده صحيح. او من فراغ. هو الفن انعكاس للواقع، انعكاس للحياه. صحيح. اولا الفن هو نشاط انساني. نشاط انساني، يعني الطفل الرضيع بيطلع من بطن امه زي ما بيقولوا بيمارس الفن. صحيح. يا اما يغني الطفل قبل ما يتعلم النطق ولا حاجه، يقعد يقول يغني يدندن كده يلحن مش عارف ايه. كل الاطفال بدون استثناء عندها رغبه وساعات عندها قدره انها تمسك قلم وتشخبط في ورقه وترسم شمس او وش او مش عارف ايه. فهو بطبيعه الحال الفن ايضا حتى التمثيل برضو بتلاقي انه الاطفال وهي صغيره تلاقي البنت بتعمل عروسه صغيره وهي تمثل هي تمثل دور الام او الولد يمثل دور الدكتور او يمثل دور الاب ويقلد الاب في حركاته وكذا. صحيح والله. فما هو فن التمثيل احنا بنقول عليه ايه؟ يعني دايما مثلا تقولي لي انت بتلعب دور ايه، او انا اقول لك انا بلعب شخصيه كذا. بلعب فهو لعبه لانه هو بيبتدي من مرحله اللعب عند الاطفال ورغبتهم في المحاكاه والتقليد. فده التمثيل والغنى كذلك. فالفن كله على بعضه هو احتياج انساني ونشاط انساني، وبالتالي بيمارسوا الانسان طول الوقت. انا عمري ما فكرت في الفن او التمثيل من الزاويه دي، انه فعلا من واحنا صغيرين واحنا بنلعب تمثيل واحنا طبعا واحنا مش عارفين. وكل الالعاب ما هي تمثيل. عسكر وحراميه ومش عارف كل العاب الاطفال هي فيها نوع من التمثيل والمحاكاه وتقليد عالم الكبار ده وكده يعني. طيب ايه رأيك بما اننا اتكلمنا داخلين اهو في الفن على بوابة الفن، نسمع 3 سلامات؟ يا ريت. الحاج برضو اخترتها. طبعا. وعايزة اسأل حضرتك بعد ما نسمعها حضرتك اخترتها ليه وبتحبها ليه، ونخش بقى في المنطقة الفنية اللي احنا دخلت منها مدخل جميل جدا جدا واول مرة افكر فيه من الزاوية دي اللي حضرتك قلتها لي. هننتقل لفاصل ونسمع 3 سلامات ونرجع نستكمل حديثنا مع الفنان الكبير أحمد عبد العزيز.
عنود وعزول يقاسوني عليك مأساة ينسوني هواك منساه يقاسوني عليك مأساة ينسوني هواك منساه يا مال الدنيا في عينيا يا مال الدنيا في عينيا 3 سلامات وشوية 3 سلامات عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك وشوفتك هاني في الدنيا ولا فكرت في عتابك عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك وشوفتك هاني في الدنيا ولا فكرت في عتابك وعاتبك ليه وانا بحبك واقول لك ايه وانا بحبك يا مال الدنيا في عينيا يا مال الدنيا في عينيا 3 سلامات وشوية 3 سلامات ميرسي. اخترتي بقى ليه 3 سلامات؟ ايه عايزه 4 5؟ لا يعني اشمعنى 3 سلامات؟ اولا هو في اغاني كتيره جدا جدا جميله، يعني وخصوصا من اغاني هذا الزمن الجميل اللي يعني بيقولوا عليه الزمن الجميل. وانا مش شايف ان زماننا ده وحش، يعني ما هوش له حاجات حلوه. يمكن بعد كده يقولوا على زماننا ده الزمن الجميل. جايز. احتمال بعد ما هي من الاغاني الجميله لمحمد قنديل ولحن رائع يعني الموسيقار محمود الشريف. محمد قنديل انا بحب صوته قوي، صوته جميل، صوته خاص جدا و يعني العرق اللي معمول منه صوته هو جميل. واعتقد انه يعني قريت مره انه ام كلثوم نفسها قالت انه اكتر واحد كانت بتسمع له من احلى الاصوات اللي بتسمعها وبتحب تسمعها صوت محمد قنديل. صحيح. صوته رايق، الى جانب بقى ان الغنوه جميله، يعني شعر جميل. 3 سلامات بالايد وبالعين وبالقلب، يعني هو عايز بيسلم بكل حته بكله، يعني يسلم على حبيبه يعني. صحيح. لازم نتكلم عن الفن. حضرتك درست تجاره،
ولا صح ولا لا؟ صح. وكنت في مسرح الجامعه. اه وبعد كده دخلت فنون مسرحيه. ايوه. وحضرتك مخرج جامد جدا. ده على فكره مش انا اللي بقول ولا حاجه انا قارياها، لا ده في الوسط الفني معروف ان الاستاذ احمد عبد العزيز من احسن المخرجين المسرحيين فيك يا مصر. بيقولوا بيقولوا حضرتك ليه مش بتخرج؟ صحيح هو مفيش مسرح، انا معاك بين قوسين يعني مفيش مسرح، لكن حضرتك مبطل اساسا الاخراج بقالك فتره. لا يعني هو انا بقى مساله الاخراج والتمثيل دي هي مساله عامله لي ازمه شخصيه يعني من زمان. شخصيه؟ ليه بقى؟ اللي هو انا مين فيهم، انا مخرج ولا ممثل وكده يعني. ف يعني اعتقد ان انا مخرج هاوي. يعني يعني بحب الاخراج، يعني بحب من آن لآخر أعمل عمل في المسرح يعني. بس للأسف ظروف المسرح بقت سيئة جدا دلوقتي. يعني ودلوقتي ما أقصدش بيه الآن. لا لا لا، ده من فترة فاتت كبيرة طبعا. في الفترة اللي فاتت دي ظروف المسرح بقت سيئة ومحتاجة إعادة نظر من الألف للياء. وانا مش عايز اتكلم عن يعني المسرح كتير علشان اظل مهذب. فبقى يعني انا عندي اكتر من مشروع، انما ما بلاقيش لا المكان ولا المناخ المناسب اللي اقدر انفذ فيه في مشروع مشروع زي منهم يعني. وبين قوسين المسرح هو اهم حاله فنيه واعظم حاله فنيه ممكن تحط فيها الجمهور عشان يستوعب فكره عايز تقولها له. يعني ده المسرح مدرسه يعني. بالظبط. انا ممكن اخش فيلم في السينما واتفرج واخرج وانسى، انما صعب ان انا اخش مسرح واتفرج على عمل مسرحي شايفه قدامي بيتنفذ. أيوة. قدامي بلحم ودم الممثلين على خشبة المسرح، واذا كان عمل جيد صعب ان انا انساه. ده صحيح. صعب ان انا انساه يعني، هفضل فاكره. وانا فاكر ما زلت اعمال كتير من الاعمال المسرحية اللي انا شفتها ما اقدرش انساها. كنا اطفال ونفضل فاكرينها. بقت جزء من خبراتي. صحيح. فالمسرح مدرسة مهمة جدا جدا لتعليم والتوعية والتثقيف الناس، واحنا محتاجينه دلوقتي، محتاجينه ومحتاجينه ربما مش في المسارح الخاصة، لا المعروفة يعني معروفة في القاهرة وكده، سواء كان مسرح خاص أو كان مسرح من مسارح الدولة والقطاع العام. لا احنا محتاجينه في الأقاليم، محتاجينه في القرى، كل حتة، محتاجينه في قرى مصر وفي مراكز ومدن مصر المختلفة. محتاجين ان يكون في مسرح وفي نشاط مسرحي بيتعمل، والناس بتتفرج على أعمال بتتعلم منها حاجة، بتفكر في مواضيع، وعيها بيزيد في قضية من القضايا كده. ده كان زمان الناس بتوعي الناس بالأراجوز. بالأراجوز يعني أضعف الإيمان الأراجوز. طب احنا دلوقتي مش ممكن، ما عندناش الإمكانية في كل حتة في بلدنا يبقى عندنا مسرح ولو حتى صغير نعمل عليه أعمال فنية لتوعية الناس؟ هل ده العقل يستوعبه إن احنا ما عندناش الإمكانية دي؟ لا احنا يعني من ناحية عندنا إمكانيات كتير موجودة في حتت كتير. يعني عندنا قصر ثقافة في كل مدينة في مصر، في كل مركز في قصر ثقافة. تمام. وغالبا هذا القصر يعني فيه مسرح او في قاعه مسرحيه مهجوره دلوقتي، مهجوره او متربي فيها فراخ او لا اي حاجه. وحضرتك هو بس مهجوره من دلوقتي السنتين دول؟ لا 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 ده احنا قلنا بقى كلامنا عن المسرح
انا بتكلم عن 15 15 20 20 سنه سنة. على الاقل. تمام. هم دول الفتره دي بالظبط. ويعني مش عايزين نقول فتره مين ومين لا كان لا 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 وماسك خلاص. ايه ومين كان مسؤول عن ايه، كل الناس عارفه كل حاجه. اه آه 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 ففي قصر ثقافه موجود ولكنه مهجور. ادي امكانيه راميينها في الشارع كده. دي حاجه. الحاجه التانية المهمه ان المسرح مش عايز مسرح. يعني المسرح مش عايز ان يبقى فيه مسرح مبني وفيه كراسي وفيه كذا، لا، ده المسرح بيتقدم في اي حته. المسرح بيتقدم في اي حته في اي وسعيه. واحنا قاعدين في مسرح دلوقتي، بالظبط. مش ده استوديو مظبوط. وينفع يبقى مسرح ونتفرج كده ونقعد الناحيه دي وكده. لو انا قاعد في قهوه اقدر اعمل فيها عرض مسرحي. لو انا قاعد في جرن في اي قريه في الريف هقدر اعمل فيها عرض مسرحي. لو انا قاعد في اي حته وسعايه، لو انا عند الهرم اقدر اعمل مسرح، عند معبد حتشبسوت اقدر اعمل مسرح، في معبد الكرنك اقدر اعمل مسرح، في الاماكن الاثريه في القلعه اقدر اعمل مسرح، في الساحه بتاعه المشهد الحسيني عند جامع الحسين، مليون حته. يعني مش تصور دلوقتي وحضرتك بتقول لي بتصور انه لو اتعمل مسارح في الحته اللي حضرتك قلتها بالظبط، دي هتبقى حاجه جامده جدا. واوعى تقولي ان ما عندناش يا استاذ احمد العروض اللي ينفع تتعمل. انا عارفه انه في سكريبتات قد كده محطوطه. انا يعني من ضمن المشروعات اللي كنت بكلمك عنها من شويه مشروع يعني ان شاء الله يعني هنعمله في الدير البحري في معبد حتشبسوت. وفي مشاريع كتيرة لكل الأماكن دي. يعني وجود المكان ما هواش عثرة أو معوق لأننا نعمل مسرح. ومش مسرح بس، نعمل فن وثقافة ووعي، وبس يكون له قيمة، يكون اللي بنقدمه له قيمة وله هدف وله رسالة حاجة وله مضمون وحاجة يتفهم منها حاجة. يعني لما أكله أو يعني أستطعمه ألاقي طعم الحاجة فيه ويشبعني. زي ما باكل أي أكلة بلاقي طعمها اللي أنا عارفه فيها. احنا محتاجين ده محتاجينه جدا كمان الفترة اللي جاية دي. يعني مقاومة الفكر المتطرف، مقاومة الإرهاب عمرها ما تكون فقط بمواجهتها أمنية. لا، ده هي الأهم من هذا أن تكون المواجهة مواجهة ثقافية. مظبوط. وده يعني اللي يخلي الدور الفن والثقافة في المرحلة اللي جاية دور أساسي ومهم جدا جدا. ولازم يعني كل الناس تاخد بالها من هذا الكلام، ويعني تحطوا هدف كده نصب أعينها. ثقافة الأولاد إنك تاخد ولادك وتوديهم المسرح، لأن هي مش هتخلص عندك أنت، هيخرجوا بره البيت حد هيضحك عليهم هيفهمهم حاجة غلط، فلازم بالظبط. يعني انت يعني قلت اللي انا كنت عايز اختم بيه الجمله دي. انه وهذه الثقافه، هذا الاهتمام يعني بالثقافه تبدا من الطفل. بالظبط. تبدا من الطفل الصغير. نبتدي نربي اطفالنا علشان كمان 20 سنه يعني نلاقي طفل معد كويس ومتربي كويس ومتعلم كويس ومتاسس كويس. يمكن نمشي بقى كمان 20 سنه يعني مش لسه هنعطل تاني يعني. بالظبط. ما هم دول اللي هيمشونا، اللي جايين دول هم اللي هيمشونا. احنا يا دوبك نديهم افكار وهم يشتغلوا ان شاء الله. بالظبط. يعني هي كده. استاذ احمد، احنا نسمع دلوقتي اغنيه انا قلبي اليك ميال للفنانه الكبيره فايزه احمد. وبرده ده اختيار حضرتك. حضرتك بتحب الاغنيه دي برده؟ والله لما كنت بكلم الاستاذ اسامه خيري المخرج وبيقول لي يعني في الاختيار، انا بحب اغاني فايزه كلها. بتحب صوت فايزه ولا اغاني فايزه؟ الاثنين. اصل خلي بالك الاغاني اصل هي في اختلاف. يعني
اوقات الاغنيه بتبقى حلوه قوي والملحن حلو والصوت سليم طبعا مليون في المية، وهي بتحب نبره فايزه وصوتها القوي. بحب يعني صوت فايزة، صوت قوي، صوت جبلي معبر، غني وواسع، يعني قماشته واسعة زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت هي عندها قدرة على التعبير، قدرة جيدة جدا. وبحب ايضا في شغل وفي اغاني فايزة احمد انها بتفكرني بشبرا كده، وبحس انها ايه زي ما بيقولوا بنت الحتة. وده بيعكس انها كفنانة كان عندها توجه وعندها هدف في اختيار اعمالها وفي اختيار الكلام اللي تغنيه. ففي بعد اجتماعي كبير موجود في اغاني فايزة احمد. تلاقيها مثلا غنت للاب، وغنت للام، وللاخ، وغنت للاخ، وغنت الولد اللي ماشي معدي في الشارع ومعدي تمر حنة يما القمر على الباب، وغنت حاجات يعني شعبية، وحاجات من واقع الشارع المصري مع انها لبنانية برغم وده الغريب في الموضوع. سورية. لا انا ما اعرفش، انا قريتها كذا مرة انها لبنانية. هي سورية، هي من يعني من الجبل، من الجبل، من الشام. هو زمان كانت سوريا ولبنان واحد. هي الشام يعني. ما اختلفناش يا دكتور محمد. ف بحس انه عندها هذا البعد الاجتماعي مهم بالنسبة لها، وبتحافظ عليه وبتشتغل يعني حلو فيه في الاطار ده. ده برضو بيعجبني فيها كفنانة، كذكاء فنانة، وكاهتمام فنانة، وكوعي فنانة، غير صوتها، غير ألحان كتيرة عملتها يعني. شوف تقييم الفنان دايما بيبقى تقييم كلي، يعني تلاقيك قلت هي تفكيرها ازاي هي فكرت في اعمالها، ازاي تعملها، وبتقول ايه في اعمالها. يعني مش بتفكر بس انك بتسمع صوت حلو كده، لا بتفكر لا هي مش بس مش بس الفنان برضو بيبص على الفنان الاخر، بيشوف هو طبعا. طول عمري انا يعني يعجبني في فايزة الحكاية دي، يعني انه بحس ان هي مصرة على انها تشتغل في الخط ده، انها تشتغل في الاطار ده. ف يعني فنانة جميلة يعني. طب نسمع مع بعض الأغنية. أنا هنتقل لفاصل ونسمع مع بعض الأغنية ونرجع تاني نستكمل حلقتنا مع الفنان الكبير أحمد عبد العزيز. أنا قلبي لك ميت وما فيش غيرك عالبال، أنا قلبي
فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال. وبحبك قد عيني، حتى اكتر منها شوي، وبحبك قد عيني، حتى اكتر منها شوية، واسأل انت وحلفها على طول حتقولك هي، اسأل انت وحلفها على طول حتقولك هي. بحبك قد عيني، حتى اكتر منها شوي، وبحبك قد عيني، حتى اكتر منها شوية، واسأل انت وحلفها على طول حتقولك هي، اسأل انت وحلفها على طول حتقولك هي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال. انا قلبي ليك ميال، وما فيش غيرك عالبال، انا قلبي إليك ميال، وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال. برافو يا اماني، الحقيقه اختيار جميل قوي من حضرتك بصراحه. دايما الواحد ما كنت تسمع الاغنيه دي وحضرتك شباب، وحضرتك لسه شباب طبعا، انا مش قصدي، بس أنا في مرحله المراهقه واكبر، بتسمع كل فتره الاغنيه ايا كانت الاغنيه بطريقه مختلفه وبعمق تاني وباحساس تاني. صح ولا؟ اه بتختلف معاك في مثلا اغاني كنت بتحبها بطلت تحبها مثلا؟ لا الاغاني اللي من الاول؟ لا كل ذوقك واحد؟ لا يعني كل الاغاني اللي انا حبيتها فضلت احبها. هو بس اللي كان بيفرق انه افهم حاجة زيادة، انه كل شوية كل ما بسمع الغنوة تاني بفهم حاجة ما كنتش فاهمها، بلقط كلمة من الكلمات ما كنتش عارفها، بعرف معنى لكلمة ما كنتش أعرف معناها إيه. يعني أنا قلبي إليك ميال، ومفيش غيرك أنت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال. زمان أنا ما كنتش أعرف كلمة العزال يعني إيه؟ يعني إيه العزال؟ ما
وبعدين لما فهمت معنى العزال اللي هم الغيرانين انا والحاقدين كنت فاكرهم اللي بيعزلوا والحاسدين بالظبط كده. اللي بيعزلوا بعد ف كده. لما فهمت دي مفيش شك انه مواضيع المعنى طبعا. بقى اكبر في دماغي وكده يعني. ده كان بيحصل لي يعني، وخصوصا مع اغاني ام كلثوم. مين اكتر مطرب او مطربه بتحب تسمعهم؟ يعني ما تقدرش يعدي كده كام يوم من غير ما تسمع وتاخد الجرعه. مين؟ ام كلثوم. ام كلثوم. واكتر اغنيه بتحبها لها مين؟ ايه؟ لا حاجات كتير قوي، حاجات كتير يعني. بس دايما بتستوقفك كده اغنيه؟ يعني مثلا بما اننا في العيد، كل سنه وانت طيبه حاجة طيب. وكل مشاهدينا طيبين وبخير. يا ليله العيد مثلا غنوه من الاغاني اللي يعني بعرف ان العيد جه لما اسمعها، ولو ما سمعتهاش في العيد يبقى في حاجه ناقصه، لازم تسمع. يعني يبقى في حاجه من مظاهر العيد ناقصه. بحب جدا مثلا رق الحبيب لأم كلثوم. السلام على رق الحبيب. لحن رائع يعني لمحمد الأصابجي. بحب الأولى في الغرام برضو. أكيد طبعا بتحب غلوب صالح في روحي. مفيش كلام. شوف كله عمل لي طبعا. يا سلام. دي بس انا بالنسبه لي الاغنيه دي احلى اغنيه لام كلثوم. غلوب صالح في روحي دي. كل اغاني ام كلثوم جميله الحقيقه، مفيش كلام يعني. ده صحيح. شايف هي طبعا الحلقه تصور ان هي خلصت. تصور ان الحلقه خلصت. الحلقه دي خلصت. تصور ان ساعه انا بتكلم مع حضرتك ساعه وخلصت. انا ما حسيتش بيهم. حضرتك حسيت بيهم؟ لا والله لا خالص. مين شايف دلوقتي من المطربين الجداد اللي بتحس ان هم بتحب تسمعهم؟ طبعا بسأل سؤال صعب جدا بس ما هو اصل الجداد دي برضو تفرق. انا بتكلم ستات او رجاله يعني. حتى طلع لي حتى مطربه. يعني بما اننا بنتكلم على زمن فايزة وعبد الحليم وأم كلثوم ونجاة ووردة وكده، فيبقى من الجداد زمن علي الحجار ومحمد منير وعمرو دياب ومدحت صالح وكده، مش كده؟ يبقى ده الزمن الجديد بالنسبة لنا يعني. بس في الجديد قوي وفي الجديد قوي. الجديد خالص. في الجديد قوي طبعا. يعني انا اتبسطت جدا بالشاب اللي كان في عرب ايدول، احمد. صوت حلو قوي، صوت جميل جدا جدا وفاهم وغنى اكتر من نوعية من الغنى. يعني غنى الكريم محمود والقنديل والعبد الحليم حافظ بس هي المشكله بيبقى الصوت حلو قوي يا استاذ احمد، بس مفيش عمل. يعني مفيش الملحن والشاعر اللي هيعمله مشكله الراجل بقى. ما انا عارفه، ما هي مش مشكلته. ما انا فاهمه، ما عشان كده ما فيش نتائج كامله عندنا طيب. دلوقتي. يعني ده شاب بذره جميله هتزرعيها في ارض صالحه هتطلع يعني نبت جميل. هتزرعيها في ارض تعبانه هتطلع حاجه وحشه يعني. انما احنا عندنا مواهب كتير. ده صحيح. انا بحب طبعا اسمع شيرين يعني. اكيد طبعا. بحب اسمع علي الحجار، بحب اسمع محمد منير، بحب اسمع مدحت. ده في اللي موجود دلوقتي يعني مش بتنغلق على الحاجات القديمه. لا طبعا. عموما انا في الموسيقى وفي الغنى بحب اسمع كل حاجه. كل حاجه. يعني بحب اسمع حتى موسيقى مش مصريه يعني. يعني بحب اسمع موسيقى امريكا اللاتينيه. جميله ولها طابع خاص كده ولها ايقاعات خاصه شبه امريكا اللاتينيه فعلا. بحب اسمع افريكان
يعني الموسيقى الافريقي برضو حلوه قوي، احنا بس مش عارفينها كفايه. كويس. صحيح. بحب اسمع موسيقى غربي، يعني جاز وبلوز والروك بتسمع وحتى الكانتري سايد، يعني الامريكاني، اغاني الريف الامريكي برضو جميل. بحب اسمع هندي، الموسيقى الهندي جميلة جدا برضو، القديمة والجديدة. في الفنان لازم يبقى مثقف، ما هو دي ثقافة دي على فكرة. وفي الموسيقى بالذات هي كل الموسيقى حلوة. والله صحيح. يعني كل الموسيقى الحلوة حلوة، سواء هندي بقى او برازيلي ده او لما بتخبط على الترابيزة كده الصوت بيبقى حلو. احيانا والله. يعني انا مثلا قريب، يعني من كام سنة كده، واحد صاحبي راجع من سفر، فبيقول لي عايز ايه؟ فقلت له مش عايز حاجة شكرا وبتاع. لا والله لازم تقول لي. مش قلت له هات لي اي سيديهات عليها مزيكا، وتكون حاجة غريبة كده مختلفة عن اللي بنسمعه وعن اللي موجود هنا ومش عارف ايه. فجاب لي موسيقى، جاب لي يعني اسطوانة عليها موسيقى ياباني. يا ساتر. يا ساتر، يعني انا ماشي بس ياباني. يعني ياباني يعني طب يا عم، ومع ذلك استمتعت بيها جدا. توكا توكا توكا. انا بالنسبه لي الياباني والموسيقى الصيني ايضا حلوه جدا. صحيح. بس الفنان لازم يبقى زي ما حضرتك بتقول، لازم تبقى عارف دي موسيقى ياباني، دي موسيقى كده. واي حاجه حلوه في الياباني هي حلوه لاي حد بيسمعها. صحيح. وهيستمتع بيها. صحيح. بس انا النهارده الحلقه يعني حضرتك كفنان وممثل قدير، أعمالك على الشاشة وليك محبينك وجمهورك الكبير اللي عارف أعمالك كويس أوي وحافظها. النهاردة كانت الحلقة بالنسبة لي الناس يقعدوا يعرفوا بس حضرتك بتفكر إزاي، طريقة تفكيرك إزاي، بتحب إيه، منين، ليه كده. أنا كان ممكن أفتح موضوع مسلسلات حضرتك طبعا العظيمة وأفلام حضرتك وحتى مسرحيات حضرتك اللي حضرتك أخرجتها عارفاها، بس أنا حبيت إن أنا أجري بسرعة مع حضرتك سريعا كده يعرفوا حاجات كتير قوي عنك. يعني أنا شخصيا بالنسبة لي ده أحسن وأمتع، يعني لأنه الأعمال والمسرحيات والمسلسلات وكده يعني اتكلمنا عنها كتير وغنية عن التعريف ومفيش جديد يعني. لا غير كده، لا الناس كلها خلاص دي محفورة. أستاذ أحمد عبد العزيز ده له جمهوره اللي عارف أعماله وحافظها، وكلها أعمال حياة ناجحة ومحترمة جدا الحمد لله. وعلامة من يعني كلها علامات يعني. فالنهارده كنت عايزة الحلقة تبقى كده خفيفة ويعرفوا الفنان أحمد عبد العزيز عامل يعني إزاي. يعني أرجو إنه يكون حصل يعني. لا هو حصل. جميل. أستاذ أحمد، حضرتك اخترت نختم حلقتنا النهارده بأغنية صفيني مرة. أنا بحب الأغنية دي قوي. ميرسي أولا إن حضرتك اخترتها لأن أنا بحبها جدا. يعني ما اعرفش حضرتك عرفت منين؟ لا حد قالك ولا عرفت ايه؟ منين؟ هو يعني مش محتاجه. هي مش محتاجه. صفيني مرة كل الناس بتحبها. اي واحده هي بتحب كل اغاني عبد الحليم حافظ. ايوه مظبوط. وصفيني مرة من احلى اغاني عبد الحليم حافظ، ومن احلى الحان محمد الموجي. عمل جميل. صحيح. غايه في الرقه يعني زي عبد الحليم حافظ بالظبط. هو كله على بعضه يعني رقيق. صحيح. طبعا. استاذ احمد بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله السنه الجايه كل امنيات حضرتك تتحقق باذن الله، ونتقابل السنه الجايه وتقول لي يا نيفين حصل وحصل، والمسرح حصل فيه كذا، والبلد حصل فيها كذا، ونسترجع الحلقه دي مع بعض ان شاء الله. يعني ربنا يدينا العمر ونلتقي السنة الجاية، وهفكرك بإذن الله إنه
مصر احسن ومصر بخير ومصر مستقرة ومصر ابتدت تمشي مشوارها يعني للتقدم وللنمو وللازدهار، ويعني يبقى في طليعة المشوار ده الفن المصري، الفن المصري اللي بجد يستعيد دوره ويستعيد عافيته ويقود المشوار ده ان شاء الله. يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. ميرسي جدا، وبشكر الفرقه طبعا بكده دكتور محمد عبد الستار. بشكركم كل سنه وانتم طيبين، وبشكر جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وانتظرونا غدا وفي نفس الميعاد وليالي لايف. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني مرة. كنا سوا قلبين، الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا. كنا سوا قلبين، الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا. وابقى جنبك ولا نش عارف ايه 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 مخبي، والقلب يبقى فرحان وخايف لا يروح حبي. وابقى جنبك ولا نش عارف ايه 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 مخبي، والقلب يبقى فرحان وخايف لا يروح حبي. وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وانت ناسيني كده بالمرة.
صفيني مرة وكفيني.